السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جاي اتكلم على الشيخ رمضان عبد الرازق. كان في فرح بنته من كام يوم، والمشكلة ان هو اتكلم، وكان قبلها بيومين ثلاثة كده كان بيتكلم ان ما ينفعش الست تخرج من غير حجاب، والراجل اللي يسيب مراته تخرج من غير حجاب ما يبقاش راجل، وده شرع. وقعد يتكلم طبعا كلام كتير على الحجاب. وللأسف فرح بنته كانت يعني لابسة فستان، هو حشمه وكل حاجه، بس كان صدره مفتوح وكانت بشعرها من غير حجاب. فكل السوشيال ميديا طبعا كلهم وقفوا ضده وبقوا يقولوا له انت ازاي بتتكلم في كده وبتتكلم في كده. فطبعا الشيخ رمضان كده ينطبق عليه الايه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طبعا كله بقى يتكلم ان هو بيقول حاجه وبيعمل حاجه ثانيه. هل دلوقتي هو ما قدرش مثلا على بنته ان هي تلبس الحجاب في فرحها، ولا هو سابها اصلا من غير ما يتكلم معاها، ولا هو ما كانش يعني حاكم الدنيا في البيت او كده؟ انا والله يا جماعه مش عارفه. انتوا اتفرجوا معايا على الفيديو، انا حاطه الفيديو اهو من الاول، اتفرجوا معايا عليه وقولوا لي ايه رايكم. الناس كلها ضده دلوقتي، نص معاه ونص ضده. في اللي هو بيقول ممكن يكون هي اللي طلعت كده او فاجئته وجات من غير حجاب وفاجئته بالموضوع وما عرفش يعمل حاجه، وفي اللي هو بيقول يعني هو بيتكلم بحاجه ويعمل حاجه ثانيه. زي ما قلت لحضراتكم الايه، فانتوا احكموا بنفسكم، انا بسيب لكم القرار في النهايه، انتوا اللي تحكموا عليه. قولوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي هو عمله. هل ده ينفع ان هو يتكلم بحاجه ويقول حاجه ثانيه؟ هل انتوا دلوقتي بعد اللي هو الموقف اللي هو عمله ده، هل هتاخدوا منه اي فتوى او تسمعوا له اي حلقه كده تاخدوا دينكم منه؟ هل هتعملوا ايه؟ هتبقوا مع النص اللي هو معاه وبيقول ان هو مثلا هي فاجئته، ولا انتوا هتبقوا مع النص اللي هو بيقول ان هو بيتكلم كلام ويعمل فعل غيره، او بيقول حاجه ويعمل عكسها؟ فانتوا قولوا لي رايكم في التعليقات ايه، واسيبكم على خير يا جماعه، مش هطول عليكم وانتوا احكموا في الفيديو انا جايبه لكم. وكان في حتى كمان في الفرح بستات برده من غير حجاب وبشعرهم وفساتين برده جسمهم باين، بس دول ممكن يكون بقى طبعا هو مش هيحكم على المعازيم، يعني المعازيم اللي جايه او اللي هو عازمهم او اهل العريس عازمينهم، فهو طبعا مش هيحكم عليهم. هو كان القرار الحكم ان هو يحكم على بنته. بس برضو في ناس قالت ان هي دلوقتي مش تحت امرته، وهي دلوقتي متجوزه وجوزها هو اللي كان يتصرف معاها وهو اللي يحكم عليها اذا كانت تلبس حجاب او ما تلبسش حجاب. هل ينفع ان والدها يبقى شيخ معروف ويبقى القرار في ايد جوزها؟ ما المفروض ان هو جوزها ده عارف ربنا طبعا، واكيد هو مش هيديها لاي حد. فانتوا يا جماعه اتفرجوا على الفيديو لحد النهايه وشوفوا ايه القرار، وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.